السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا يوسف كليفر، وبإذن الله النهاردة ده اول فيديو في سلسلة هاو تو يوز اي اي. هنتعلم ازاي نتعامل مع كل تول، ازاي نطلع منها بأقصى استفادة، ازاي نديلها برومت كويس، ازاي كل ده بيحصل. تمام كده. تول النهاردة اللي معانا هتكون كلاود. تمام. فقبل ما نبدأ في كلاود وازاي نتعامل مع كلاود والكلام ده كله، تعالى بس الأول ندردش شوية في الاي اي. بص يا عم، اول حاجة ايه هو الاي اي اصلا؟ بص، ال AI هو برنامج قادر على التعلم والتكيف. قادر على التعلم والتكيف بمعنى إن ال AI أصلا هو برنامج بيتعلم مننا، مش إحنا اللي بنتعلم منه، لا العكس، هو بيتعلم مننا. أنت بتديله بيانات، بناء على البيانات اللي أنت بتديها له، بناء على البيانات اللي أنت بتديها له هو بيبدأ يتعلم من البيانات دي فيديك نتائج. تمام كده. فهو الاي اي اصلا في لما جه يعملوه كان عباره عن ان انت بتديله بيانات، كل ما بتديله بيانات بيبدا يعالج البيانات دي ويديك اجابه كويسه. بس كده. طيب، كل بقى ما كانت جوده البيانات اللي انت هتديها له دي عاليه، كل ما كانت جوده البيانات اللي انت بتديها له عاليه، كل ما كانت الكفاءه بتاعته كانت احسن، كل ما اداك نتائج احسن. حلو، زي الفل الكلام ده. طيب، هو ايه هو الاي اي؟ قال لك ان انا عندي نموذج اسمه LLM. النموذج ده من النماذج اللغوية الكبيرة. تمام. النموذج ده متدرب على بيانات، يعني احنا مدين له بيانات قبل كده، فهو متدرب على البيانات دي. النموذج ده بياخد منك برومت. طب يعني ايه اصلا ال LLM دي؟ زي كل الادوات اللي انت بتشوفها، شات جي بي تي، جيميناي، كلود، اي حاجة انت ممكن تشوفها هي عبارة عن نموذج LLM. تمام كده. بياخد منك برومت، بيروح يعمل معالجة للبرومت ده. ماشي. بعد كده بيعمل تحليل للبرومت ده، معالجة وتحليل نفس الخطوة. ماشي. بعد كده بيديك اوتبوت، نتيجة نهائية. حلو. طب بيشتغل ازاي؟ يعني بيشتغل ازاي؟ هو اول حاجة اصلا لما بيجي ياخد منك البيانات، فبياخد البيانات دي، بيبدأ ايه؟ يقسمها. بيقسم البيانات بتاعتك دي. والله انت قايل له كلام كتير فهو بيقسمها. ماشي. بيقسم البيانات بتاعتك ديت. بعد ما بيقسمها بيحولها بقى لايه؟ لارقام والكلام ده، ارقام وصفار والكلام ده، اللغة اللي هو بيفهمها يعني. بعد كده بيحدد المهم في كلامك كله. ماشي. بعد كده بيعمل لك جنريشن، اللي هو بيولد لك الإجابة المناسبة. طب زي الفل. يعني احنا دلوقتي كده احنا عرفنا ان ال AI خلاص هو بياخد مني البيانات، وبعد كده بيعالج البيانات ديت وبيبدأ يديني الإجابة بناء على البيانات اللي بياخدها مني. طيب، ازاي بقى انا اديله البيانات دي وتكون كويسة؟ يعني انا ازاي اديله عشان اطلع منه نتيجة كويسة؟ طيب، قال لك انت بتديله برومت. تمام. فالبرومت اللي انت بتديه للاي اي دوت لازم أن يكون متوفر فيه ثلاث حاجات اساسيين. تمام. ايه الثلاث حاجات؟ اللي هو انا بعمل ايه، وانا مين، وهعمل الكلام ده ازاي. انا مين، وبعمل ايه، وهعمله ازاي. الثلاث حاجات دول لو انت خلاص حددت ان هم موجودين في البرومت بتاعك، انت خلاص هتديله برومت كويس يديك اجابة كويسة. طيب، انا بعمل ايه؟ حضرتك مثلا صاحب مطعم، فهتيجي تقول له انا صاحب مطعم كذا كذا كذا. طيب، بعمل ايه؟ بقدم وجبات كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، بتقدم الوجبات ديت ايه واسعارها ايه والكلام ده كله. فكل التفاصيل دي انت لما بتديها له بيبدأ يديك ايه؟ اجابة. ما تروحش تقول له اعمل لي بوست عن كذا. طب ما هو مش عارف ايه اصلا الكلام ده. وخلي بالك ان الاي اي برضه بيتأثر بنبرة الصوت، يعني بالنبرة بتاعت الكلام. ممكن في كلامه ممكن يكون هو واخد مثلا كلامك بحماس. ممكن يبقى واخد الكلام مثلا عاطفي شوية. ممكن يكون الكلام هادي، فمثلا ما يشدش لو انت بتعمل ماركتينج. فانت برضو بتحدد له النبرة اللي يتكلم بيها، بتحدد له الجمهور اللي انت عايزه ياخد الكلام ده.
فانت في شويه حاجات لازم تحددها للاي اي عشان يبدا يطلع لك ايه، يطلع لك نتائج كويسه. طيب يا عم، هل الاي اي ده ما فيهوش غلطات؟ لا، الاي اي ده مليان غلطات. فهل هتعتمد عليه بشكل 100%؟ لا، ما تعتمدش عليه ب 100%. طيب الاي اي ايه اكبر غلطة هو بيعملها؟ ان انت لو خلاص كملت معاه في شات، يعني انت لو فتحت معاه شات ففضلت مكمل كلام في الشات، بعد شوية يحصل حاجة اسمها هولسينيشن، اللي هي الهلوسة بمعنى اصح. فبيبدأ ان هو تلاقي ان بيخرف، هو مش عارف انت عايز ايه. بيبدأ تلاقي النتائج بتاعته اصلا وحشة. طب نعالج الموضوع ده ازاي؟ قالك لو خلاص الدنيا باظت خالص اعمل شات جديد. بس وانت بتعمل شات جديد يعني خد منه مثلا، قول له يلخص لك مثلا الشات اللي انت فيه. ليه يلخص لك الشات اللي انت فيه؟ عشان هو بيكون في نفس السياق، عشان يعرف بس هو فين بالظبط. انت لازم تحدد له هو فين. هو الاي اي دوت تول، ما يعرفش عنك حاجه، ما يعرفش عنك حاجه غير اللي انت بتعرفها له. فانت لما تيجي تفتح معاه شات جديد بتاخد له المحتوى او الملخص بتاع المحتوى اللي انت فاتحه معاه في الشات الايه الاولاني، وتحطه له في شات جديد وتبدا تكمل معاه ايه، قصتك التانية عادي. طيب الكلام ده كله ليه لازمه؟ اه ليه لازمه. هل الكلام ده كله هيفرق؟ اه هيفرق. طيب يلا بينا بقى نبدأ نستخدم كلود ونعرف بقى ايه الدنيا هتمشي ازاي. طيب التول اللي احنا هنشتغل عليها النهارده هي كلود. تمام، اول حاجه هتروح تعملها ايه، تسرش في السيرش عن ايه، عن كلود. فهيجي لك كلود، تراي كلود. خلص الموضوع. تمام. دلوقتي لو انا صاحب مطعم فعايزه يكتب لي بوست عن المطعم، فاقول له ايه، مثلا اكتب لي بوست عن مطعمي. البرومت ده برومت ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف جدا، لدرجة ان الاي اي هيبدأ يسألك مثلا اسئلة في ايه، في في اللي انت مديهوله. يعني هيبدأ يسألك المطعم ده بتاع ايه، الكلام ده كله. ماشي اهو، قال لك ايه نوع مطعمك، مثلا مأكولات ايطالية. طب ده ايه هتعمل مثلا ايه، مثلا هعمل عرض. فهو بيبدأ يسألك لان انت البرومت بتاعك اصلا مش كامل. طالما البرومت بتاعك مش كامل بيبدأ يسألك اسئلة بحيث ان يطلع لك حاجة كويسة. عرض خاص ما يتفوتش، جبنا لك احلى عرض على اشهر الاطباق الايطاليه والاصليه مش عارف ايه، من البيتزا لحد الباستا والكلام ده كله. تمام. فهو بدأ يعمل لك ايه، يعمل لك عرض. عمل لك عرض على الايه، على ال عمل لك بوست عن الايه، عن المطعم، عرض خاص. تمام. ده كده برومت ضعيف فاداني نتيجة زي القرف اقسم بالله. تمام. فتعالى نعمل مثلا برومت قوي شوية. ماشي يا عم يلا. بص يا عم، هنعمل برومت اقوى شوية. اكتب لي بوست فيسبوك من 100 ل 150 كلمة بيعلن عن عرض بيتزا، بيتزا زائد مشروب ب150 جنيه كل يوم خميس، الهدف عائلات وشباب، النبرة عايزها ودودة مصرية خفيفة مش رسمية. وابدأ بجملة ايه، آه تلفت النظر، وخلي فيه ايه، كول تو اكشن. كول تو اكشن معناه ايه كول تو اكشن؟ ان يكون اللي هو اطلب الان، الكلام ده كله. تمام. طيب عايزين نخلي البرومت يجيب لنا مثلا يكون اقوى شوية. حدد له هو مين. طيب تعالى نحدد له هو مين. انت مدير التسويق للمطعم بتاعي، وخبير جدا في التسويق. اكتب لي بوست فيسبوك مش عارف ايه بيعلن عن عرض بيتزا والكلام ده كله. فانا كده حددت له هو مين، وانا عايز بوست عن ايه. ماشي وكل حاجة، وحددت له النبرة، وحددت له الهدف في الجمهور اللي انا بستهدفه والكلام ده كله. تعالوا نشوف بقى النتيجة هتختلف ولا نفس النتيجة. تعبت من تفكر تاكلوا ايه اخر الاسبوع؟ احنا حلينا لكم المشكله. كل يوم خميس هتلاقوا عرض ما يتفوتش، بيتزا ايطالي ومشروب. سواء كنتوا عيله عايزين تتجمعوا على اكله حلوه، او شله صحاب نفسكم تقعدوا قعده حلوه،
ماشي. بيتزا بيتزا طازة، مكونات مختارة بعناية، وطعم يخليكوا تنسى. العرض متاح طول اليوم. ماشي، بس الأماكن محدودة، والطلب عليه بيزيد كل أسبوع. احجزوا دلوقتي، اتصلوا بينا. يلا خميس، بيتزا ومشروب ب150 جنيه. تمام. فعمل خدت بالك بقى من الفرق ما بين بروميت قوي شوية وبروميت ضعيف؟ بص، بروميت ضعيف حرفيا كان 3 4 أسطر وخلص الموضوع على كده. حتى ما فيهوش ان هو يشدك حرفيا. تمام. انما بروميت القوي اداني نتيجة كويسة الى حد ما. وكل ما ازود له تفاصيل اكتر هيدينا نتيجة احسن. تمام كده. فكل ما انت تزود له تفاصيل وتدي له مثلا عنوان المطعم، ارقام التواصل، الكلام ده كله، كل ده بيبدأ بقى ايه، يعمل لك بوست اقوى شوية. بس وهكذا. فده كده الفرق ما بين بروميت ضعيف وبروميت قوي. بس كده يا عم. بص يا عم، في كلاود فكرة البروجكت. طب ازاي بنعمل بروجكت والكلام ده كله؟ تعالى اقول لك. وبنعمله ليه اصلا؟ بص يا عم، تيجي تعمل نيو بروجكت، تبدأ تسمي البروجكت بتاعك ايا كان بقى اسمه ايه، ريستورانت، بيتزا ريستورانت، اي حاجة. تمام. مثلا اهو ريستورانت، واي ارقام، كريت بروجكت. تبدأ في بروجكت تسأله عن أي حاجة، تديله أول الانستراكشن بتاعتك والفايل. الانستراكشن دي تعليمات هو بيمشي عليها، وحاجات أنت عايز تقولها له. بس بدل ما تقولها له في كل شات، لا، أنت بتقولها له مرة واحدة بس هنا. وهو خلاص بيمشي عليها بقى بقية إيه، بقية بقية الشتات اللي أنت هتتكلم معاه. السياق، أنت عايز تعمل إيه، أنت مين، أنت بتعمل إيه، كل حاجة أنت عايز تقولها له تكتبها له في الانستراكشن هنا. تمام. وممكن تحط فايل كامل، مثلا لو انت عندك شركة، مطعم، اي حاجة بقى حرفيا. تحط له فايل مثلا كامل، اد فايل. بتحط بقى فايل، سواء انت هتكتب انت تكست، او ان انت مثلا ترفع له فايل من عندك من على الجهاز. طب تمام. تعالى اوريك بروجكت انا عامله. انا يوسف كليفر، مهتم ببروبلم سولفنج، وعايزك تكون الكوتش بتاعي. اسم بروجكت ليفل 1 سي بلس بلس. حلو كده. انا مخلص ايه، فاكتبها له في الايه، في الفايل. بص يا عم، انا مخلص كذا 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 كذا، وحل كام بروبلم، وعايز كل لما اسالك لو في معلومه جديده فادتني تقولها لي. طب في الانستراكشن، الاحسن انك تديله الانستراكشن كلها بالانجلش. ليه؟ لان هو بيقعد بقى يترجمها عربي وبتاع مش عارف ايه. فانا هو مديله في الانستراكشن ان انا بحب البرمجه، وعايزك تكون الكوتش بتاعي في البروبلم سولفينج والكلام ده كله. وما تدينيش اول رول اهو، ما تدينيش ايه، ما تدينيش الحل كامل. يعني اوعى تديني الايه، كود كامل مثلا والكلام ده كله. ماشي. فاديته كل التعليمات واديته كل حاجه. فخلاص هو بقى يبدأ ايه، يتعامل. فتعالى نسأله بقى في اي حاجه مثلا. تعالى نسأله دلوقتي عايز كود يطبع لي الأرقام الفردية. تمام. تعال نشوف الكود ايه، هيديني كود ولا مش هيديني كود. يبدأ يفكر. كويك انسر دي بتنجز برضو لو عايز الكلام ده كله. تمام. بص كده هتشتغل بنفس روح كود فورسز لو مسألة بسيطة. ماشي. المسألة تبع الأرقام الفردية، الصيغة لسه ناقصة. تمام. قبل ما نكمل محتاج أعرف منك الأرقام الفردية من فين لحد فين. يعني أنت هتاخد الرقم من كام لغاية كام، الرينج. قول لي أنت متخيل شكل الكود عامل ازاي. هل عايز تحاول تكتبها بنفسك ولا عايز هنت؟ انا عايز الكود كامل. يبدأ يفكر. ملحوظ، انت دلوقتي حطيت لنفسك قواعد واضحة ان مفيش فول ايه سوليوشن. وبعدين طلبت الكود كامل. هنمشي بالقاعدة اللي انت حطيتها لان هي هتفيدك اكتر من الحل الايه الجاهز. ماشي. بما اننا في وضع كونتست، السؤال الاول اللي المفروض تسأله لنفسك، ماشي، الانبوت ماشي ايه، والمستخدم لما بيدخل رقم ان عايز يطبع كل الارقام من واحد لحد ان. ممكن تعمله بالاري. هو بيديني طرق بس ما بيدينيش كود. اكتب الكود. استحالة يكتب لك الكود. بص مهما عملت. كويك انسر مثلا، الرسالة دي فعليا بتحاول تلغي التعليمات اللي انت بنفسك حطيتها، وبعدين بتضيف مش عارف ايه. هفضل ماشي بنفس الاسلوب اللي انت طلبته اول مرة لانه فعلا انفع ليك كمتسابق. اختار واحد من الطرق التلاتة اللي انا قلتها لك وفلتر منها. وقول لي عايز تكتب الكود بنفسك الاول ولا عايز هند.
ممكن يديك هنتات وهكذا. فديت فكرة البروجكت، حاجة انت بتعملها على طول. فبدل ما تقعد كل مرة تقول له انت بتعمل ايه وانت مين والسياق بتاعك ايه، لا، فانت بتديله الانستراكشن، تديله شوية معلومات عنك، بيبدأ بقى ايه، كل مرة انت بتخش على البروجكت يبدأ بقى ايه يسترجع كل الانستراكشن اللي انت مديها له. بس كده يا عم، دي في كده فكرة الايه البروجكت. طيب ممكن نستخدمه في ايه تاني كلود؟ ممكن نستخدمه في فكرة ان هو يحلل لي بيانات. انا عندي دلوقتي ملف اكسل فيه كل بيانات المطعم، كل المبيعات، كل حاجة بسعرها، على مدار مثلا ايام كتير، مثلا من شهر 7 لغاية شهر مثلا 6 2026، من 7 25، على مدار مثلا سنة. فبيبدأ كلود مثلا بعت له الملف اهو، قلت له لخص لي الملف ده، ماشي. وبعد كده لخص لي الملف ده، هو كده ايه، عمل لك ايه ملخص البيانات بتاعتك، اجمالي المبيعات، عدد الطلبات، متوسط قيمة الطلب، متوسط المبيعات اليومية، الاكتر مبيعا، الكلام ده كله. عمل لي ايه ملخص ايه ملخص كده ايه جنرال. جيت سألته سؤال تاني، قلت له هل في انخفاض او ارتفاع في المبيعات، وليه في رأيك؟ هل في انماط متكررة مثلا ايام معينة او منتجات معينة بتتكرر؟ بدأ بقى يعمل تحليل شامل لكل حاجة في في الملف. فبدأ يقول لك في اتجاه صعود عام بطيء من كذا لكذا، ومن وقت كذا لكذا، وبيزيد بمعدل مثلا 2430 جنيه. في نمو بس مش ثابت، ماشي. أعلى نقطة كانت في يناير 26 ومايو 26. آه، أوضح انخفاض مثلا كان في إيه، في ديسمبر 25. السبب محتمل للهبوط لما أنزل على مستوى الأيام في فترتين، ممكن تكون مرتبطة بموسم معين، ظرف معين. مثلا في مثلا موسم الناس بتكون قليلة فيه، في موسم الناس بتكون كتيرة فيه، الكلام ده كله. الأنماط المتكررة على مستوى أيام الأسبوع، الخميس هو الأقوى، الجمعة والسبت في المركز التاني والتالت، باقي الأيام إيه، في الآخر خالص. تمام. قال لك خط الاتجاه العام، متوسط آخر 3 شهور، توقع إن أنت تكسب 208 ألف ومن ل 212 ألف. الكلام ده كله يفيد مين؟ يفيد الناس بتاعت الداتا أناليسز، ناس عايزة تحلل بيانات، ناس ما عندهاش خبرة أصلا، وعندها مثلا بيزنس وما عندهاش خبرة مثلا في تحليل البيانات بتاعتها، فتبعت لكلود يظبط لها الدنيا دي كلها، الكلام ده كله. وعلى فكرة ممكن تربطه بإكسل بس في برو يعني. ده كده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لتحليل البيانات. طيب كلاود ممكن يعمل ايه تاني؟ كلاود ممكن يعمل لي أداة كاملة مثلا، او مثلا آلة حاسبة، الكلام ده كله. ممكن يعمل لي أداة كاملة جوه الشات حرفيا. فتعالى مثلا نقول له ابني لي أداة تفاعلية بسيطة بتحسب لو أنا بشرب قهوة كل يوم ب50 جنيه، أوفر كام في السنة لو عملتها في البيت ب10 جنيه. هتاخد مني عدد المرات اللي بشرب فيها ايه القهوة في الايه في الكافيه. تاخد مني مثلا أنا بشرب 3 مرات في الأسبوع، كل مرة ب150 جنيه. لو عملت مثلا 3 مرات في البيت ب30 جنيه، ففرق كده كام؟ ادي فرق 120 جنيه، وهكذا. يبدأ بقى ياخد مني الأيام ويعرف لي ايه هوفر كام. يلا، يبدأ يفكر. مراجعة إرشادات التصميم قبل إنشاء الايه الأداة التفاعلية. يبدأ يعمل الايه الأداة اهو. تعال نبص هو كده بيعملها ازاي. هو مش ظاهر هو بيعملها ازاي، بس ماشي عادي. هيعملها بإيه؟ دي HTML. يبدأ يكتب الكود بتاعه، خلص دنيته، عمل لك يا باشا الأداة اهو. تعالى نشوف دلوقتي مثلا سعر القهوة 50 جنيه. عايز تزود سعر القهوة، عايز تنقص، تمام. سعر القهوة في البيت 10 جنيه. كم مرة بتشرب قهوة كافي في الأسبوع؟ لو أنا مثلا بشرب 10 مرات، تمام. التوفير في المرة الواحدة 40 جنيه، فرق 50 من 10. طب التوفير في الأسبوع، أنا بشرب 10 مرات في الأسبوع، ماشي، يبقى 10 في 40 ب400 جنيه. طب التوفير في الشهر، ماشي، بيكون كام؟ مش عارف، 1700 جنيه، 1738. طب لو أنا بشرب أكتر، 21 مرة في الأسبوع، طب مرة واحدة مثلا في الأسبوع، أنت كده بتوفر كام في الإيه؟ في الشهر 174 جنيه، وهكذا. لو أنا بشرب مرة واحدة في الأسبوع، فأنا بشرب 4 مرات، فبوفر كام؟ 174. في السنة قد إيه الكلام ده كله؟
ممكن تكون مش دقيقة شوية، فتبدأ تديلها بيانات تعمل لك حاجة أدق. تمام. بس هو يقدر يعمل لك الموضوع ده في ثواني معدودة. تمام. طيب مثلا عايزين أداة زيها بس للبيتزا. يبدأ يعمل لك ايه أداة للبيتزا. خلي بالك برضو ليك ان انت تشوف الكود اللي هو عمل بيه. تمام. ده الكود اللي هو عمل بيه كله اهو. فليك ان انت تبص على الكود كله عادي. هو هيعمل واحدة للبيتزا. عمل لي واحدة للبيتزا، بيتزا مثلا تكاوي ب180، في البيت بعملها ب50. شوف بطلب كام مرة. حلو. ممكن اطلب منه مثلا اعمل لي لعبة السلم والتعبان. تعال نشوف هيعمل ايه. يبدأ يفكر. يبدأ يبني اهو. سيبك بقى من البيتزا. building the game. كويك انسر دي ممكن تعمل لك رد سريع، بس الرد السريع ممكن يكون مش منظم. يعني ممكن يخرب لك الدنيا لو حاجة مثلا فيها تفكير زي اللي هو بيعملها دلوقتي دي. هو دلوقتي بيحدد كل القواعد اللي هتمشي عليها. يحدد الخط، يحدد كل حاجة. يحدد كل حاجة اهو. هيبدأ يعمل ايه اللعبة. كل ما كان برضو الطلب تقيل شوية فبياخد وقت أطول شوية. يعني دي حاجة في كلود. تمام. طيب كلود أصلا في كام نسخة؟ في منه بالظبط سكة 3 نسخ. ماشي، 3 نسخ اللي هو مجاني. احنا كل ده في النسخ المجانية. احنا لسه دخلناش على نسخ عالية. ففي سونيت 5 وسونيت بوينت سونيت 4.6 اهي. سونيت 4.6. وفي سونيت اهي سونيت 4.6. سونيت 5. وفي ايه، اللهم صل على النبي. و- ماشي نوت ناو. عمل لنا اللعبة بس ايه. بس خلاص هو كده خلص الليمت عموما. تعال نشوف اللعبة اللي هو عملها. تمام. احمر وازرق وادي الارقام 1 2 3 4 متظبطة وكل حاجة تمام. ابدأ دور اللاعب الأحمر. يعمل الظهر. جاله كام؟ جاله 5. فبدأ أدي 1 2 3 4 5. فبيمشي 5 خطوات من إيه؟ من بعد ما يعملها. اللاعب الأحمر رمى 5 ومشي 6 خانات. الأزرق 1 5. وهكذا لعبة كاملة. عملها بإيه؟ الملف. عايز أشوف الكود اللي هو عمل بيه. أهو ده كده الكود اللي هو عمل بيه. 400 وحاجة سطر. فده كده كل الكود اللي هو عامل بيه HTML CSS جافا سكريبت. عمل كود كامل في كل حاجة في أقل من دقايق حرفيا. بس كده.